شعبيات حصر يوماتي، هتشوفوا مشوار حياتي على شعبيات حصر يوماتي، هتشوفوا مشوار حياتي. كل يوم نجم معانا يحكي لنا تاريخه بأمانة، كل يوم نجم معانا يحكي لنا تاريخه بأمانة، هيغني ويقول حكايات، أصل الفن دي شعبية. أهلا ومرحبا بكم في إحدى حلقات برنامج مشوار حياتي. النهاردة حلقة خاصة وتختلف اختلاف كلي وجزئي. النهاردة حلقة مع الملحن الكبير الفنان حسن إيشش. من ضمن أعمال الفنان حسن إيشش على سبيل المثال وليس الحصر، بداية الفنان حكيم، نظرة، الفنان حمدي بتشان، إيه الأسد توك ده، الفنان حمادة هلال، وكثير من الفنانين المطربين الشعبي، وعلى سبيل المثال الفنان حسن الأسمر والفنان طارق الشيخ، الفنان الكبير عبد الباسط حمودة. لنا لقاء مع الفنان الملحن حسن إيشش. ايه الحكاية، ايه الرواية، ايه الحكاية كاية، ايه الرواية ويا. كلمني فهمني، كلمني فهمني، كلمني كلمني فهمني، فهمني. ايه اسد توك ده، ايه اللي ماشي توك ده، ايه ورد الجناين ده اللي صاحي نايم ده، ايه يا اخواتي الراجل ده اللي ماشي عاكس ده، ايه الدم السم ده اللي يصير اعصابي ده. ايه يا راجل انت ده، ايه اللي انت عامله ده، عيب عليك في السن ده، اطلع منك كل ده. ايه يا راجل انت ده، ايه اللي انت عامله ده، عيب عليك في السن ده، اطلع منك كل ده. كلمني فهمني، كلمني فهمني، كلمني كلمني فهمني، فهمني. أهلا بحضرتك. اهلا بيك، انا اهلا بيك. وكل سنة وانت طيب. كل سنه وانت طيب، رمضان. عم حسن، انت تاريخ في الفن الشعبي، فكلمنا عن بداية حضرتك والسادة المشاهدين يعرفوا بداية الملحن الفنان حسن إيشش. هو طبعا مشوار حياتي ده طويل، عشان اتكلم عن مشوار حياتي انا عايز له مسلسل 30 حلقة، ولكن انا هتكلم بالمختصر. يعني جزء من مشوار حياتي ان انا بدأت وانا عندي 14 سنة من طنطا. طبعا غنيت انا واخويا السيد ثنائي إيشش. الاول كانوا يقولوا اولاد إيشش كانوا صغيرين، وبعدين قالوا ثنائي إيشش، وبعدين عيلة إيشش افندي، وعملنا شرايط والجو ده في الثمانينات بقى والجو ده. بعد كده هوت خدنا مدة كبيرة في الأقاليم وشعبية كثنائي إيشش. وبعد كده في سنة من السنين كنت أنا هنا في مصر، واعتمدنا في الإذاعة سنة 79 كثنائي إيشش، ثنائي غنائي يعني. اعتمدنا في الإذاعة، فقلت لأخويا بدل ما احنا قاعدين في الأقاليم، فما يلا بينا نقعد جنب الاعتماد بتاعنا نشتغل في الإذاعة والتلفزيون واشتغلنا وعشنا شوية كده. وبعد كده في سنة من السنين اتقابلت مع أمل الطاير وإنسان الطاير، عائلة الطاير، مؤلفين شاطرين جدا، وكلموا معايا وكنا أصحاب بعيدا عن الألحان والتأليف. فلقوا عندي الملكة بتاعت إن أنا بلحن شغلي، يعني مش شغل بلحن وانا عندي بتاع، يعني كان عندي 14 سنة. طبعا أي حد بيطلع صغير لازم يكون ليه حد بيساعده. يعني احنا كنا بنقعد مع مطربين قدام ونستفيد من بعض، والنغم ده ايه ومش النغم ده ايه وهنعمل ايه ونسوي ايه ودي مقام ايه، وكنا بنستفيد. لما بقى عندي 18 19 سنة ابتديت ألحن لنفسي. حسن عبد السلام الله يرحمه في المسرح بقيت من أشهر ملحنين المسارح بالذات. يعني انا يعني ان كنت نجحت في الاغاني، نجحت كده ان انا مش عاملها سكتي اساسا.
انا ليا خط، يعني انا مسارح القطاع العام والقطاع الخاص انا فيهم، يعني بشتغل فيهم. يعني عملت فوق ال 35 عمل مسرحي، بقالي 25 سنه مع سمير غانم. اشهر مسرحياته دوريمي فاصوليا، مراتي زعيمة عصابه، انا ومراتي ومونيكا، ويعني كذا حاجه، ومسلسلاته الكوميديه هايم عبد الدايم وعيله سمير وعيلته كتير، ويعني كم مع سمير غانم ربنا يديله الصحه. واحمد ادم من بدايه بطولته في المسرحيات نشنته يا ناصح، هو جورج سيدهم، وعملت له فيلم يبدو سراء عبده، وعملت له ربنا يخلي جمعه. ويعني خدت بقى سيد زيان عسكري كاري الله يرحمه، العسكري الاخضر، ويونس الشلبي الضبابير ولاد الجن يعني انا خدت كم كبير قوي في المسرح، وانا بحب المسرح اساسا. اما حسن احنا بنتكلم في الاطار الشعبي، حضرتك انت لو حسبنا نسبه الالحان لحضرتك مطربين الشعبي من البدايه لحد الان، هنقول انت عامل ل 99% من مطربين الشعبي. هل هو خط معين عم حسن ماشي فيه؟ لا، هم السوق او الملحنين المؤلفين بيقيموا بطريقتهم، بيقيموا يعني ايه، يقول لك ايه حسن ايش تخصص في ده، لان انا حبيت اعمل الافات في الغنى. يعني لما نيجي مثلا عند حكيم اقول مثلا كلمه مني كلمه منه، ونظره مني نظره منه، وقلبي قال لانه، خدت بالك؟ ففي حركه. لما تيجي تقول مثلا هشتكيك انا ليك يا واد، هشتكيك انا ليك روحي فيك وشاريك، الله. فبلعب في اللعبه ده، لون عيونه لون جفونه لون عيونه يا لطيف، يعني اتشهرت في ده. السلام عليكم. طب السلام عليكم. 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 بعد السلام يحلى الكلام، نسهر ندوب
اللي هم النهارده بيلعبوا فيه، بس بيلعبوا فيه ايه؟ بدون درايه، لان انا بعمل له جمله غنائيه، بعمل الموضوع لجمله، يعني مش لازم اعمل افيه وخلاص، هم بيعملوا افيه بس انا بعمله بجمله غنائيه عشان الناس تقتنع بيه. يعني قلت مثلا ايه؟ قال لي القمر زغل العيون وتاه، سامي القدر خدني وشبكني معاه، شغل العيون بحلاوته، ده الشعبي، شغل العيون بحلاوته حلاوته، شغل العيون، كلمه كلمه مني كلمه منه، الله الله الله. يعني شوف الافيه بيتعمل ازاي، لكن غني الاول. يعني ده كان خط واتشهرت بيه طبعا، فحدوني هنا. فجيت مع عند طارق الشيخ، هم النهارده ماسكين مقام بياتي، كلهم بيقولوا بياتي، وبيقولوا ازاي؟ لازم بيقولوه بغلب قوي، بشجن قوي، لدرجه انك انت ممكن تبكي، ممكن تعيط، ممكن الفرح يبوظ. انت خدت بالك؟ لكن النهارده انا لما اجي عملت لطارق الشيخ، عملت له يا عيني علينا تعبنا وقسينا، حبايب زمان فاتولنا المكان، مش تحس ان في حاجه. حكاياتك مع الفنان عبد الباسط حموده. عبد الباسط حموده ده عسل طبعا، انا عامل له فوق ال20 اللحن، اشهرهم اديني قلبك، اديني قلبك، خد حناني، دي خدت شعبيه جامده قوي ونقلت عبد الباسط نقله كبيره. وهو بقى لما يقعد معاك عبد الباسط هو اللي هيغني لك، لان انا ما بقاش فاكر، لان عامل له كتير حاجات قوي، ومنهم كان لازم اهجرك، ترى يعني الجو ده. من قلبي عندك وانت قلبك مش هنا، اديني قلبك انت عايز عندنا. من قلبي عندك وانت قلبك مش هنا، اديني قلبك انت عايز عندنا. اديني قلبك خد قلبي، 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 اديني قلبك وخد قلبي، خلي المحبة حبة تجمل شملنا. طول عمري قلبك ده غالي علينا، ويا ما رحنا معاك وجينا، وشنا حبك في رموش عينينا. طول عمري قلبك ده غالي علينا، ويا ما رحنا معاك وجينا، وشنا حبك في رموش عينينا. بس انت ليه ما بقتش جنبي؟ تملي ليه تتعب لي قلبي؟ بس انت ليه ما بقتش جنبي؟ تملي ليه تتعب لي قلبي؟ اديني قلبك خد قلبي، اديني قلبك وخد قلبي، اديني قلبك وخد قلبي، اديني قلبك خد قلبي، اديني قلبك خد قلبي، اديني قلبك وخد قلبي، خلي المحبة حبة تجمل شمل الناس. رساله صغيره كده من عم حسن للشباب. الشباب رسالة يعني ايه ذاتي؟ يعني تنصحهم بايه؟ انصحهم بايه؟ ما انا قلت يا عم رمضان، انصحهم بان كل مطرب صوته حلو، صوته حلو، مش كل واحد حس انه قال مش عارف ايه وخلاص، لا، واحد حس انه صوته حلو يشوف له سكه، يعني شوف انا هغني ايه، ما يطلعش عمرو دياب وما يطلعش حماقي
عشان كل دول موجودين اسماء، حاجه من الاثنين، هيحصل مقارنه هم احسن منك، فانت لازم تطلع لك سكه خط لوحدك وتختار كلمه حلوه والارزاق بالله، واختار لحن كويس. لكن تقول انا عايز لحن اكل بيه عيش، خلاص باظت الليله. واللي حببنا في المسرح قوي 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 سمير غانم. دوري فاصوليا دوري فاصوليا دوري فاصوليا تربتي يا دنيا دوري فاصوليا طب تربتي يا دنيا. في ناس بتشقى وتتعب، ناس بتشقى وتتعب، وناس عايشة استراليا. دوري فاصوليا تربتي يا دنيا فاصوليا تربتي يا دنيا. ايه طب ريه الله اوبا يا سيدي اوبا. انا عايز 2 مليار واتعشى ناس كافيار، واتأمعنا بسيجار، اتأمعنا بسيجار مستورد من كوريا. دوري فاصوليا تربتي يا دنيا دوري فاصوليا تربتي يا دنيا. ما تدو ما تري احنا بتوع الموسيقى العالمية، احنا اللي خلينا دو يقول فا. عايز يخت وطيارة وكمان عايز باو عمار، وهسيب ايام الحارة، اسيب ايام الحارة، وهاخد لي دوش كلونيا. دوري فاصوليا تربتي يا دنيا. تعال نسمع الموهبه اللي معانا دي، الفنان رضا العدوي، تقول رايك فيه. اهلا استاذ. اهلا استاذ رمضان، اهلا وسهلا بيك. رضا، طبعا احنا بنعمل برنامج هو مشوار حياتي عن فنانين بيبقى لهم مشوار حياه في الزمن الماضي. فانت كلمنا بقى عن والموهبه بدات عندك ازاي؟ والله الموهبه بدات عندي في ايام الدراسه ما كنت في المدرسه، الاذاعه والاناشيد كان في عندنا كورال موسيقى في المدرسه. فالمدرس بتاع التربيه الموسيقيه في المدرسه اتكلم معايا صوتك كويس، فبقيت اقول له الصلوات بتاعت الكورال. ممكن نسمع حاجه منها؟ يا رب انا من تراب، والإرادة هي سرك فيك، تنوروا بحكمتك وبرحمتك، تهدي تراب وسرك إذا مس التراب يحيي. الهمني حب الخير، حب الجمال والحق، خلينا اقول للشيطان مهما غواني لا. الهمني حب الخير، حب الجمال والحق، خلينا اقول للشيطان مهما غواني لا. علمني اثبت ولو زار الجبل وانشق، علمني يا رب، الهمني يا رب، يا رب. أم حسن، نعرف رايك بقى. هو يعني دخل في عبد الحليم حافظ، يعني احنا عايزين ايه؟ يعني هو يعني كويس، بس يتعمل له خط، يقعد مع مؤلف شاطر ويقعد مع ملحن برضه شاطر،
ويقعدوا مع بعض يعملوا له شكل ويعملوا له لون ويبعدوه عن يعني حلو قوي ان بيغني لعبد الحليم، حتى لو غنى 50% حلو. هو لو يعني بنقول لعم حسن هو راعي للشباب بقى، عشان نقول للناس ان هو بالمواهب اللي عندها موهبه بصح، يبقى عم حسن يبقى راعي للناس دي. الناس بتبقى خايفه تقول لك ده ملحن العمالقه واحنا مش قده وكده. ده بالنسبه للماديات يعني. لا هو انا في حد جاني واتفقت معاه. لا ده انا لغايه دلوقتي ماليش اجر. لا انا بخش يعني النهارده داخل مع شاب زي اللي سمعناه ده، هخش اقول له عايز كذا ومش عايز كذا. لا انا ما بكلمش عشان اشتغل معاه ولا مش عايز معاه، اساعده واقف ودام في حاجه اكسب منه بعدين. يعني النهارده انجحه واكسب منه بعدين، مش لازم منه هو بقى، من المطربين اللي هيسمعوه. يعني النهارده انا بشتغل على حس مين؟ على حس حمدي باتشان، على حس حكيم، على حس حماده هلال، على حس المسرحيات اللي بعملها. النهارده انا بشتغل معلش في كذا اتجاه، يعني ايه مش مركز على الاغنيه. انا لو اركز على الاغنيه طب انا عاوز المنتجين مش المنتجين، المطربين ويكونوا مكثفين الاذاعات بتاعتهم، مكثفين الاذاعات، وانا انقل السوق نقله تانية. كنز المال يتعوض لك، كنز الستر ما يتعوض، يمكن تبقى في قصرك ساكت، اما الفرحة ما بتقرب لك، وكلنا في الاصل ولاد تسعة، بس الرك على التفكير. فرق كبير بين اللي بيسعى وبين كسلان ما بيتحركش. ربنا عمره ما يوم اتخلى عن واحد بيحبه بجد. ربنا فاتح بابه يوماتي، مش بس الجمعة والحد. لو داقت جرب صليله، اشكيله هيفرج عليه، ما بيكسبش اللي بيدعيله، ما هو مالك السماوات والارض. تقولي قناة الشعبيات والاستاذ احمد حماد. اقول له اولا انت حبيبي وربنا يوفقك يا حماده، قناه شعبيات بتعلى بيك باذن الله، وربنا يديمها عليك، وانت والقسط اللي معاك كله ناس محترمين. كل سنه وانت طيب، والحديث معاك متعه. الله يخليك يا عم رمضان، انت بيني وبينك مكتشف النجوم، انت اكتشفتنا اهو. انت استاذي، وفعلا بنقول للجيل الصغير اللي هو ما يعرفش حسن إيشيش، احنا بنعرفه من هو تاريخ الفن في الالحان وظهور بعض المطربين على ايد الملحن الكبير حسن إيشيش. انا بشكرك جدا وبحيي فيك ان انت راجل بتساعد الناس كلها وراجل جميل، وحتى في حضرت لك تصوير بتتعاون مع المطربين كذا مرة، شفتك بتتعاون مع المطربين في اول، لان عارف برضو تقريبا اتكلمنا جانبا وانت ان عظمهم طري وكده، وكتر خيرك. بعد ما استمتعنا مع الملحن الكبير الفنان حسن إيشيش، بنشكر حضراتكم، ولنا لقاء آخر وحلقة مع مشوار حياتي وضيف جديد. تحياتي رمضان فؤاد. نتمنى لكم ليلة سعيدة وبكرة في حلقة جديدة. نتمنى لكم ليلة سعيدة وبكرة في حلقة جديدة. هيكون معانا ومعاكم فنان، مشوار حياتي تقديم رمضان. هيكون معانا ومعاكم فنان، مشوار حياتي تقديم رمضان. شعبيات أحمد حماد، كله جديد في جديد يا ولاد.